وأنا ذكرت باب المغاربة ما زال يشهد. لماذا سمي باب المغاربة؟ لأن أشلاء الجزائريين ما زالت حتى هذه اللحظة هناك. أشلاء المغاربة ما زالت حتى هذه اللحظة. أشلاء التونسيين ما زالت حتى هذه اللحظة هناك تشهد عند باب المغاربة، وهذا دليل أنهم سيعودون بإذن الله. وهذه بشرى لأهل المغرب العربي سواء تونس الجزائر المغرب، بشرى لهم أنهم إن شاء الله سيعودون من نفس الباب لتحرير فلسطين، سيعودون. هذا الباب ينتظرهم، بابهم هذا ليس بابنا، هذا بابهم، باب المغاربة ينتظرهم ليعودوا.